مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. دعوة للحد من ظاهرة اقتلاع الاشجار في فرع. جهود لتقوية تنظيم الشباب العامل في عصب. برامج تأهيل المعاقين في مديرية زرونا تحقق نتائج جيدة. إيران تحذر من الحرب، وأمريكا والسعودية تدرسان الرد على هجوم منشأتي النفط. نتنياهو يلمح للتناوب على رئاسة الوزراء مع جانتيس. فرنسا تقول أن إعلان الحوثيين المسؤولية عن هجوم السعودية يفتقر للمصداقية. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. دعا الناشطون في حراسة الغابات المجتمع للحد من ظاهرة اقتلاع الأشجار السائدة في مديرية فرو، وخاصة منطقة لحازين. وأوضح أعضاء سلطة الغابات والحياة البرية أن المنطقة غنية بالأشجار المستوطنة، وقد استفحلت عملية اقتلاع الأشجار في جنح الظلام من أجل الحصول على الفحم وحطب الوقود، وأصبح الوضع مقلقا للغاية. وأشاروا إلى أن متابعة مرتكبي اقتلاع الأشجار وتقديمهم أمام القانون أصبح فوق قدراتهم لمحدودية الإمكانيات، داعين إدارات الضواحي للتعاون مع المواطنين للقضاء على هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة. هذا ويخيم خطر إبادة الأشجار في مناطق دانانولو وأوملي وعمر قبري جراء القطع الجائر للقطاع الشجري، حيث دعا السكان لحماية أشجار الصنوبر والزيتون البري. دعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر لتعزيز دور المسؤولين وأرباب العمل والمؤسسات في تقوية تأطير تنظيم الشباب العامل. وأشار لدى لقاء مسؤولي مؤسسات الحكومة والجبهة إلى العدد الكبير للشباب العامل في المؤسسات الحكومية، لا سيما القادمين من الكليات ومراكز التأهيل المهني، حيث يجب تشجيعهم لرفع إنتاجيتهم وزيادة تأثيرهم في تنمية المجتمع. كما شدد على ضرورة تنظيم الشباب الواعي في هذه المرحلة الجديدة، مشيرا إلى وضع الاتحاد برامج فاعلة لرفع كفاءة العمال. ومن جهته أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في المناسبة أهمية التأطير لتحقيق الأهداف، داعيا المسؤولين لدعم الشباب العامل ومساعدتهم في أداء واجبهم بالمؤسسات التي يعملون فيها، وكذا البيئة المحيطة بهم وتطوير أنفسهم. وطالب المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية مهنية تتماشى مع قدراتهم ومعارفهم، مؤكدين جاهزيتهم للعمل من أجل تقوية التنظيم. شهدت بلدة زرونا اجتماعا لبحث نتائج الجهود التي تقوم بها الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب لتمكين أعضائها للاعتماد على ذاتهم. وأوضح من رئيس الجمعية سيد فساهي تسفى ميكائيل بأن الجمعية فتحت فرص القروض وغيرها من أنواع المساعدات لتأمين الدخل الاقتصادي ودفع الأعضاء للشروع في العمل بمجموعات وفتح مؤسسات إنتاجية بمختلف مناطق البلاد. وذكر السيد فساهي بأن المساعدات المقدمة من قبل المواطنين في الخارج تسهم كثيرا في تحسين حياة المعاقين، مشيرا إلى إجراء دراسات بحثية بالنظر إلى تقدم سن معظم المعاقين. كما ناقش المجتمعون مسودة دستور الجمعية وسبل انعقاد المنتدى الرابع للجمعية الوطنية. قدمت الدعوة لتهيئة بيئة مناسبة لتحسين النتائج المتدنية لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالتعرف على أسبابها وتعزيز دور لجنة الآباء ومديرو المدارس في مديرية جندع، وذلك في الاجتماع الذي عقد لتقييم تطور التعليم الأكاديمي في المديرية. وأشاد مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ جبريل سوس ملس بالخطوة التي اتخذها السكان لبناء فصول إضافية ودورات مياه في مدرستي الشهيد سعيد فرج وأمانة الشهداء، داعيا للعمل المنسق من أجل تحسين نتائج الطلاب. من جهته قال الأستاذ علي أحمد مسؤول مدارس مرحلة الأساس في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر أن نسبة مقاطعة التعليم في الإقليم بلغت 9%، مشددا على ضرورة منح الاهتمام لمعالجة هذه القضية. من جانبهم طالب مدراء الضواحي والمشرفون التربويون المشاركون في الاجتماع بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة غلة الكتب والقيام بمتابعة رياض الأطفال في الأرياف والمناطق البعيدة وإدخال برنامج محو الأمية في المناطق التي تفتقر إلى هذا البرنامج.
وكذا تعزيز دور مدراء الضواحي وغيرها من الآراء والمقترحات. أشاد مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كداني بسكان ما يعيني لبنائهم سورا للمدرسة الكائنة بمنطقتهم ودعم المعلمين. ودعا في الاجتماع الذي عقده يوم 15 من هذا الشهر المدارس للحفاظ على مميزاتها ومعالجة أوجه القصور وتعزيز دور أولياء الأمور في متابعة وتشجيع أبنائهم. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية معيني الأستاذ طعام فتوي في التقرير الذي قدمه بالاجتماع الذي حضره مدراء 14 مديرية ومدراء المدارس والشركاء عن بذل المزيد من الجهود للحصول على نتائج أفضل. وقال مدير مديرية معيني السيد أحمد عثمان أن معالجة أوجه القصور في التعليم يحتاج لتضافر جهود الأسرة والمدرسة والإدارة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، حذرت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من الانجرار إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين تحمل واشنطن والرياض طهران المسؤولية عنها. ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع بأنه عمل من أعمال الحرب ويبحث ردا محتملا عليه مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بنبرة تتسم بالحذر، فقال أن الخيارات كثيرة بخلاف الحرب مع إيران التي تنفي تورطها في هجمات 14 من سبتمبر والتي أدت في البداية إلى خفض الإنتاج السعودي إلى النصف. وأمر ترامب بمزيد من العقوبات على إيران. كما عرضت الرياض التي وصفت الهجوم بأنه اختبار للإرادة العالمية يوم الأربعاء أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية التي قالت أنها استخدمت في الضربة، واعتبرتها دليلا لا سبيل لإنكاره على أن ما حدث عدوان إيراني. ورحب بومبيو الذي وصل يوم الخميس إلى الإمارات غادما من السعودية بتلك الخطوة على تويتر قائلا: الأحداث الأخيرة تبرز أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة. وسبق أن قالت بريطانيا والبحرين أنهما ستشاركان في التحالف المزمع، لكن معظم الدول الأوروبية منعت الانضمام خشية أن يؤجج ذلك التوتر الإقليمي. لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس لإمكانية التناوب على رئاسة الوزراء مع منافسه في الانتخابات بيني جانتس، وذلك بعدما وجه لجانتس الدعوة للانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية. وأشار نتنياهو خلال مراسم لإحياء ذكرى رئيس الوزراء السابق شمعون بيريز إلى أن الزعيم اليساري الراحل شكل ائتلافا مع إسحاق شامر الذي كان من التيار المحافظ، تناوبا فيه على رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 1984 وحتى العام 1988. وقال نتنياهو في كلمته التي حضرها جانتس: عندما لم يتحقق فوز واضح في انتخابات الكنيست، اختار شمعون الوحدة الوطنية واتفق مع إسحاق شامير على التعاون للوصول بإسرائيل إلى بر الأمان. وأضاف في هذه الانتخابات أيضا: لم يتحقق فوز واضح، وإنني أدعوك يا بيني فلنعمل معا للوصول بدولة إسرائيل إلى بر الأمان مرة أخرى. رفضت فرنسا يوم الخميس التسليم بإعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط السعوديتين، وقالت أنها ستستأنف الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل بنيويورك. وتسرع فرنسا وحلفائها الأوروبيون الخطى منذ أشهر لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، لكن دبلوماسيين قالوا أن الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع قوض تلك الجهود. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس لتلفزيون سي نيوز: الحوثيون أعلنوا أنهم شنوا هذا الهجوم وهذا يفتقر للمصداقية، مضيفا أن باريس لن تجزم في هذه المرحلة بمسؤولية إيران عن الهجوم. وقال لودريان أنه عمل من أعمال الحرب، عندما تضرب صواريخ دولة أخرى فإن ذلك من أعمال الحرب، لكن علينا العودة إلى مبدأ الحد من التوتر. من جهته حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس جميع دول الخليج على الدخول في محادثات لنزع فتيل التوترات في أعقاب هجوم استهدف البنية التحتية النفطية السعودية. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن لافروف قوله في موسكو أنه يدعو إلى اتخاذ تدابير الحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المنطقة. وقال أن توجيه اتهامات لا تستند لأي أساس إلى إيران بشأن الهجمات يؤجج التوترات.
قال مسؤول أفغاني أن حركة طالبان نفذت هجوما بشاحنة ملقومة قرب مستشفى في جنوب البلاد يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 95 آخرين، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين بين الحطام. وقال طالبان التي تنفذ هجمات يومية تقريبا منذ انهيار محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر أنها كانت تستهدف مبنى قريبا من إدارة المخابرات الحكومية في قلات عاصمة إقليم زابل. وذكر مسؤول كبير بوزارة الدفاع في العاصمة كابول طالبا عدم الكشف عن هويته. القنبلة كانت ضخمة وكانت تحملها شاحنة صغيرة. وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع أن المتشددين أرادوا استهداف مركز تدريب لمديرية الأمن الوطني، لكنهم أوقفوا المركبة المحملة بالمتفجرات خارج بوابة المستشفى الغريبة. وقال حاجي عطاء جان حق بيان عضو المجلس الإقليمي في قلات أنه تم نقل 20 جثة و95 مصابا من موقع الانفجار. وأضاف قد ارتفع عدد القتلى والجرحى، إذ لا تزال فرق الإنقاذ والناس يبحثون عن الجثث تحت الحطام، حيث أصيب عدد من النساء والأطفال والعاملين الصحيين والمرضى في المستشفى بجروح خطيرة جراء الانفجار. هذا وتواصل طالبان هجماتها بلا هوادع في أنحاء البلاد، فيما تتأهب أفغانستان لانتخابات الرئاسة هذا الشهر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بالف خير.